تعالي يا عروسه، نورت شقتك يا ست البنات. ده بيتك ده اقسم بالله. انا طبعا بقى زي ما انت شايفه كده جبت مهندس الديكور رسمت لي الشقه كلها، والجزامه هنا والسفره هنا والصالون هنا والدنيا مية مية. خش يا ست البنات خش. حاجه بلوى الفستان ده اقسم بالله. بص بقى حبيبتي هخش اغير انا بقى قبل ما تيجي ورايا. نورت شقتك يا قمر. انا فين؟ انا مش قاعده هنا خالص، ده مش مكاني. انا هروح عند امي، ده مش مكاني خالص. ده مش مكاني. الو يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، عقبال بنتك. الحمد لله كان فرح جميل، بس ما تزعليش مني والله، ما عزمتي غصب عني. ما انت عارفه بقى ام العروسه بتبقى ملبوخه ويعلم بيها ربنا. ايه يا اخويا العمليه تمت بنجاح. تمام. عقبال بنتك يا حبيبتي. معلش ايه ده؟ في ايه؟ طب اقفلي دلوقتي يا حبيبتي، يلا مع السلامه مع السلامه. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ مشيتي ازاي كده وجيتي ازاي كده؟ في ايه؟ انا هربت. ليه؟ طلعيني مني، طلعيني مني. طب اهدي يا بنتي، مش عايزه. انا كل اللي مجادلني ماشيه ازاي في الشارع كده، ومشيتي ازاي وجيتي ازاي وازاي تسيبي بيتك وتمشي؟ ليه يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ بالراحه اهدي كده وقولي لي ايه اللي حصل بالراحه. مش عايزه اقعد معاه. انا شفته شكله وحش، والحيطان دي كلها سودة وفيها حاجات اشكال كده وحشه. لا يا بنتي، وقعدت تقول لي اهربي اهربي، ده وحش اهربي. بنتي مش طبيعيه يا رب، بنتي فيها حاجه غلط. لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. جوزتولي ليه؟ انا قلت لك لا يا بنتي، لا في حاجه، لا في حاجه اتعملت لك. ما انت عارفه في ناس كتير بتحكد علينا ومش عايزينك تفرحي وبصلك وعينهم وحشه علينا. محدش عمل لي حاجه. لا ما هو شفته وحش. ايه اللي حصل بقى ده كده؟ شفته وحش. واحده تخش بيتها تيجي تجري هربانه بفستانها كده ومتدهوله كده. انا هربت عشان هم قالوا لي امشي. وانا سمعت كلامه. سمعت يا عيني يا بنتي، يا عيني يا بنتي عليكي وعلى حظك اللي يعلم بيه ربنا. لا حول الله يا رب. ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ هي فين؟ الباب مفتوح؟ ايه ده؟ هي راحت فين؟ ده مش في الشقه. يا نور، يا نهار اسود، هي هربت ولا ايه؟ يا نور هي راحت فين؟ تكون طلعت فوق هنا؟ يا نهار اسود، بس ايه اللي هيطلعها هنا؟ وعلى كده يا اسلام شايفك كنت جاريه وهربانه كده؟ لا ما شافنيش. ما شافكيش؟ هو دخل جوه وانا فتحت الباب وهربت. لا حول الله يا رب. لا ده انا هكلمه خليه يجي يشوف النسيبه اللي انا فيها دي. هتلاقيه بيلف حوالين نفسه وبيقول راحت فين ديت. اكلمه واطمنه عليكي. لا حول الله يا ربي. ايه اللي هيطلعها هنا؟ يا لهوي، ايه ده؟ ده حماتي بترن. الو. ايوه حماتي. ايه يا اسلام؟ بتقولي ايه؟ نور جاتلك؟ يا ابني جات لي هنا. طب انا جاي لك على طول. سلام. يا نهار اسود، راحت عند امها سابتني وهربت. اهدي يا ماما، اهدي يا ماما، اهدي يا ماما. انا لازم اوديكي الشيخ اشوف فيكي ايه. انت مش طبيعيه. لا يا ماما مش عايزه اشوف. حسب الله ونعم الوكيل في اللي اذى بنتي. ربنا يأذيه البعيد. حسب الله ونعم الوكيل. ماما انا بحذرك، ولو جه هنا انا مش هرجع له. وبعدين انا مش عايزه اشوفه. وفي حاجه كده بتيجي تقولي ما تقعديش معاه ولا تتكلمي معاه ولا حتى تتدخلي في اي حاجه ما بينك وما بينه. بصي السلام عليكم. اهلا يا اسلام. بس اهدى يا ابني، اهدى يا ابني، اهدى. في ايه؟ طب فهموني يا جدعان. انا جيت على ملا وشي وعمال ادور في الشقه وطلعت فوق السطوح والدنيا والناس في الشارع عماله تقول لي العروسه طالعه بتجري وبتكلم نفسها في ايه يا جدعان؟ ايوه بنت مش طبيعيه. حد عمل لها حاجه. حد عمل لها حاجه؟ ازاي يعني الكلام ده يا حاج؟ راكبها جن يا ابني، بنتي راكبها جن. لا اله الا الله. هو اللي وعرفت منين يا حاجه؟ هو اللي مسلطه عليك. هو اللي يا نور يا حبيبتي. يا ربي من عريسك. بس يا نور يا حبيبتي، انا بحبك يا حبيبتي وانت عارفه. ده يا ابني هاخدك انا وانت نروح الحسين كده نشوف لنا الحاجه دي انا قلت لها اخش اغير اللي عليها ده. طلعت ما لقيتهاش يا حاجه. يا ماما صوته وحش يا ماما. بنتي صوته وحش. صوته وحش. ازوق عشان حلو. يلا ونعمل ازوق عشان حلو. ليه طب كده يا جماعه؟ طيب يوم فرحي كده تتعكننوا عليا. طيب كل واحد اللي يأذي حد مني يا نور. طب تعالي نشرب الحمص. يا ماما ايه لا يا اسلام. اقعد دلوقتي لما نشوف حاجه. بعمل ايه دلوقتي يا حاج؟ انا اكلم شيخ طيب ولا اعمل ايه؟ ايوه استنى بس عليا كده، اهدى كده شويه.
نفكر نشوف واحد ابن حلال، واحد ابن حلال يجيبنا من اللي احنا فيه ده. يا نور يا حبيبتي، يجيبنا من حزب يا نور يا بابا خليني اسكت يا بابا. يا رب اشفيها بنتي يا رب. طب اعمل ايه في اشفيها يا المصيبه رب، دي؟ اشفيها ده يا انا رب. الشارع كله عمال يقول لي في ايه، العروس يا رب. طالعه تجري، العروس طالعه تجري، وقعدت ادور في الشقه ده، انا قلت لها اخش اغير، طلعت ما لقيتهاش. منهم لله اللي اذوا بنتي، ربنا يأذيهم. استغفر يا الله رب العظيم كل يا رب. واحد يأذي حد ربنا يأذيه. بنتي بقى طب انا هحاول ادور على رقم شيخ عندي كده، انا اعرف شيخ كويس جدا ومتمكن من المواضيع دي. خير السيدة زينب، ناس عندها ضمير. يا نهار اسود. هات لنا واحد يا ابني ياخد هو اللي عايزه بس. استني في حد بيرن عليا. الو مين؟ محمد ابن خل نور. مين محمد ابن خل نور؟ هو ايوه محتاج ايه؟ طيب ثواني يا ماما. ادهوني مراتي عامله ايه؟ ادهوني ومالك بتضحك كده ليه؟ ادهوني يا اسلام، ادهوني بقول لك. هات. طب خد الحاجه معاك امها. ايه يا ابني؟ ده عمال أزدنا يضحك. حزب الله ونعم الوكيل فيك، ولا تكسب ولا تربح دنيا واخره، عشان الجواز مش بالعافيه، هي ما بتحبكش. هو في ايه يا جماعه؟ ما تفهموني بس في ايه؟ الراجل اللي بتحبه خدته اهي راكبها الجن. في ايه يا نور؟ ما تفهميني يا نور. انت فيها كده، ولا تكسب ولا تربح، اتفوق عليكم على اللي جابوه. يا نور في ايه يا حاجه؟ ما تفهموني يا جماعه في ايه؟ طلعني منه خليني. هو جاب رقم منين ده يا حاجه؟ ما تفهميني في يا ايه؟ ابن خالتها كان عايزها واحنا رفضناه، اذانا منه لله. هو الجواز مش بالعافيه، عشان كده. منه لله زي طب وانت ما عرفتنيش ليه يا حاجه ان ابن خالتها كان مش عايزها؟ عرفني يا ابني اللي هيحصل. لو ابن خالتها كان عايزها هو اولى مني يا حاجه. مش عرفني. يعني انت عاجبكم كده المشاكل دي كده اول يوم جواز كده؟ طيب والنكد اللي احنا فيه ما ده؟ كانتش بتحبه بتحبك انت، ما كانتش بتحبه، هو الجواز بالعافيه. طب هنعمل ايه طب دلوقتي يا حاجه؟ طب هنفضل قاعدين بقى ونقول ابن خالتها وابن خالها؟ ما عايزين نلحقها. طيب شوف لنا واحد ابن حلال يطلع اللي عليها. طب ده. يلا، طب بس يلا تعالى نروح مشيخة الازهر ولا اي حاجه. طب اي حد في الجامع يعالجها. يلا هتخش تغير واخدها ويلا نمشي. طب خش غير لها طب يا حاجه. طيب يلا يا بنتي يلا. استغفر الله العظيم يا رب. لما ابن خالتها عايزها يا حاجه كنت جوزتها له يا حاجه. طيب ليه المشاكل والقرف كده؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. استعيذي بالشيطان، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب قومي غير لها يا حاجه. طيب قومي غير لها طب يا حاجه، ومعاها عندها هدوم هنا. هتبقي زي الفل يا حبيبي. طب غير لها يا حاجه ونروح بيها لمشيخة الازهر ولا اي جامع يا حاجه. يأذي اللي اذاكي. استغفر الله العظيم يا رب. يأذي اللي اذاكي. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين في اليوم الخرا ده يعني جاي يوم فرحي ويعملوا لها عمل ولا مش عارف ايه؟ فرح باظ ويوم باظ ويومكو اسود. جوازها خرا. لما انت عارفه ان ابن خالتها عايزها كنت جوزها له. غير فرحه بحبك حد حبك قبل كده يا حبيبي؟ تقول لي عمري ما حبيتش غيرك. واهو وجاب رقمي منين ده بس نخلص الحوار ده على خير ونقعد ونشوف الدنيا فيها ايه. ماشي على مهلك. خش تعالي يا بنتي. خش. حزب الله ونعم الوكيل في اللي اذاك. اقعدي يا حماتي. حزب الله ونعم الوكيل. استغفر الله طمنيني العظيم عليك، عامله ايه الوقت؟ عامله ايه دلوقتي؟ بقيتي كويسه؟ الحمد لله. احسن شويه. الحاجه اللي كانت اذاكي مشيت. انت شفت ياما عملت ايه قدام الشيخ؟ ربنا كرمنا بواحد ابن حلال. الحمد لله والله العظيم. ربنا عالم بيا وبيكي يا بنتي. ده عملت حاجات يا نهار ابيض. الحمد لله. انا اول مره اشوف كده قدامي، اقسم بالله اول مره اشوف المواقف دي قدامي كده. هخش كده احبيكي واكلك لقمه وتنامي وهتقومي هتبقي زي الفل، وكده يومين يا اسلام وتعالى خدها. انت رايقه؟ طيب هي كويسه. انزل اجيب لك عصير؟ لا هي كويسه خلاص. دماغك مصدعه؟ معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي يا حماتي صلى على النبي عشان خاطر ايه؟ عليه الصلاة حلاوتها في حموتها والسلام. كده وايه وهي سخنه. انت سمعت ابن اختك وهو بيكلمني والشيخ قاعد. انت دلوقتي لما ابن اختك عايزها ليه ما اتجوزهاش؟ ليه ما اتجوزتوش يا ما بنتي؟ كانتش بتحب. هو بالعافيه الجواز بالعافيه؟ وانا ايه ذنبي اخش في مشاكل معاكم؟ ذنبي انا ايه يحصل مجادلات ومشاكل ووجع دماغ؟ المواضيع دي كبيره مش صغيره يا حماتي. ما تستحملهاش، لو انت بتحبها تستحملها. يعني انا بحبها وكل حاجه، بس انت دلوقتي يرضيك الضرر؟ ما احنا كده داخلين في ضرر ومشاكل ووش ووجع دماغ. يعني انت ما سمعتوش وهو بيقول لي الكلام. انت عايز ايه دلوقتي؟ ما انت ما سمعتوش وهو بيقول لي عايز تطلعني مش هنولك ازاي؟ اللي في بالك. يعني مش هنولك اللي في بالك، يعني يقصد ايه بالكلمه دي يا حماتي؟ عايز تبيعها يعني؟ مش بيع. ايه أمال الحل؟ ايه؟ الحل ايه؟ الحل واحد اذانا والله يسهل له، وانت ومراتك عادي ومفيش حاجه. وانا كل شويه بقى مراتي الحق تعبانه، مراتي تبقى نايمه جنبي اصحى ما الاقيهاش، الاقيها هربت وسابت البيت ومشيت ونخش في مشاكل. يا ابني ما خلاص بقى بقت كويسه. ما هو بيقول لي مش هنقول لك اللي في بالك. سيبك منه، وانا وهو والزمن طويل. انا هطلع عينه وعين اهله. انا مش هعرفه عينه كله هو ولا اختي. ما كانش عمل كده. لما القريب بيعمل كده امال سيبنا للغريب ايه؟ هنعمل ايه يا ابني؟
هنعمل واحد اذانه منه لله ومش هنقوله اللي في باله. حرام عليك بقى، بس انت تقولي مش هنقول اللي في باله وهو يقول لي مش هنقولك اللي في بالك. انا مش فاهم يا جماعه، انا ايه ذنبي؟ انا عريس يومي باظ، يومي باظ. انت عايز مكلف فرح 4 مليون جنيه، ذبيح ومعازيم وفيلا وقصه تاني، يروح كده هدر على الارض. طب ليه كده؟ طيب يا جماعه ليه؟ نصيبنا كده، هنعمل ايه يعني؟ انت عايز ايه من الاخر؟ وانا اقول لك حبيتي حد قبلي تقولي لي عمري، كان في حد بيحبك، في حد اتقدم لك تقولي لي عمري ما حبيت حد غيرك. لما ابن خالتك عايزك ما عرفتنيش ليه؟ كنت انا من نفسي قلت لك يا بنتي لا، ابن خالتك اولى مني. ليه نخش في مشاكل وش؟ الكلام دوت ليه اخر؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ هو ايه اللي انا عايز ايه يا حماتي؟ انا مش عايز حاجه، انا مش عايز مشاكل. انا بقول لك يومين وتعالى خد مراتك ومفيش حاجه حصلت. يومين ازاي اخد مراتي يعني؟ يوم فرحي كده باظ وتقولي لي يومين اروح بيها تاني تسيبني وتهرب تاني؟ انا هروح يا ابني للواد ده اتفاهم معاه امه فين وعمامه فين وعيلته فين؟ انا هقول لهم مش ابن اللي اختك؟ حصل واشهدهم على اللي حصل ان كان يرضيهم. واختك فين في الكلام ده؟ يعني يرضيها بنت اختها كده في المنظر ده يوم فرحها؟ الله يسهل لها بقى، اعمل لها ايه؟ بتغير من بنتي طول عمرها وكانت عايزاها لابنها، اعمل ايه يعني؟ يا امي خلاص يا اسلام. انت دلوقتي اختصارك هتاخد مراتك ولا انت عايز ايه؟ انا مراتي انا بحبها بس مش عايز مشاكل. بتحب خلاص يا ابني سيبها بس قسما بالله، ولا ليك ولا لغيرك، وقعدها جنب العمر كله. يا حاجه هو انا بقول لك انا مش عايزها، انا بقول لك ايه حل المشكله دي؟ ما انا قلت لك الحل ان شاء الله عندي، انا هتفاهم مع ابن الكلاب ده. لحظه يا ماما، هو انت بتحبني ولا لا يا اسلام؟ والله العظيم انت جايه دلوقتي تقولي لي بتحبني ولا لا؟ ايوه انا شايفك ان انت عاوز اصلا تتخلص من الجوازه دي وما صدقت ان يحصل اي مشكله. لا انا مش عايز اتخلص يا نور. انت شو انت مش دريانه بنفسك اصلا، انت ما شفتيش انت عملتي ايه. خلاص يا اسلام، حصل اللي حصل يا اسلام وبقت كويسه يا اسلام. دي كانت مسئيه وكانت مبليه ماشي ماشي يا حماتي وبقت كويسه. طب يلا تعالي معايا، يلا قومي يا حماتي. انا هنروح ونشغل قران وربنا يسهل لنا حالنا باذن الله. بس اسمعي بقول لك يا حماتي، وصلي رساله لابن اختك او لاختك، قولي له مش اسلام باشا فرجاني اللي يتهدد. اقسم بالله انا كفيل اعمل قاعه صواريخ في 10 دقايق، والله اعمل قاعه صواريخ في 10 دقايق وانا عارف نفسي بقول ايه. مش انا اللي اتهدد يا حماتي يوم فرحي كده ولا فرحي يبوظ كده. مراتك بقت زي الفل، خدها واتكل على الله. ماشي يا حماتي، لما نشوف هتعملي ايه يا حماتي. لا مش هيزعق. يلا يا حبيبتي. لا مش هزعق معاكي، يلا قومي. وانا لاختي ديت وابنها. يلا امشي قدامي، امشي قدامي. اقسم بالله يا حماتي الموضوع ده لو ما اتحل الحوار هيبقى بيني وبين ايه؟ ابن اختك. هيبقى بيني وبين ابن اختك. تمام؟ السلام عليكم. مع السلامه، ربنا يهدي سرك. لا حول الله يا رب. فين التليفون؟ انا هزه اختي ديت ولا على مصارينا يا ابنها ولا لهم. اما اشوف هم عايزين ايه من بنتي. تعالي يا حبيبتي خشي على مهلك، خشي. لا انا مش داخله. خشي بس. مش داخله فين؟ هسمع كلامكم. هما مين يا بنتي؟ اهم بيقولوا لي ما تخشيش، ودخلت هنا هنموتك، وانت دلوقتي يا بنتي مفيش حاجه يا بنتي، مفيش حاجه. انت بتزعلي ليه؟ وحيد الله بس. انت بتزعلي اهو، بيزعق لي. قولي كل اعوذ برب الفلق. انتوا شايفين سمي الله. هو بيعمل ايه؟ خشي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه كده؟ انت بتزعق. جوازتك سودا، ما تعصبنيش. هو هيموتني صح؟ انت يا بنتي لا قولي كل اعوذ برب الفلق. مش قايله. حاضر. طب اقراي المعوذتين. طيب مش همشي يا بنتي مفيش حد هنا خالص، مش هقعد اهو. انا همشي يا بنتي. فين مفيش حد؟ انا شايفاهم اهو قدام مني بيكلموني يا بنتي مفيش. بيكلموني اهو واحد اهو يا بنتي مفيش. انت دي تهيؤات يا حبيبتي. بيقولوا لي يلا امشي من هنا. طب يلا خش. هيولعوا المكان. خش بس كده. هيولعوا المكان. خش بس يا بنتي. خدي يخرب بيتك يا بنتي. خدي يا بنتي، خدي جوازتك سودا يومك اسود. انا قلت الجوازه دي مش هتتم على خير. خدي يا بنتي خدي. انت هتموتني. انا قلت لك اهو يا اختي هخسرك ليوم الدين لو ما بعدت ابنك عن بنتي وجوز بنتي. يا نهار اسود. خشي. ايامكم خرا وجوازاتكم خرا ومعرفاتكم خرا وايامكم سودا. اول ما دخلنا الشقه خشي يا حبيبتي. لا
مش هخش، ده على الحيطان، ده هم دول قاعدين، دول واقفين، دول نايمين، دول بيقولوا لي روحي. انا قلت لك يا حاجه هخش في مشاكل معاكم. امال شيخ الشوم اللي احنا رحنا له ده كان بيضحك علينا. أنا يقول لنا تعبت. طلعته وفين اللي طلعه ده؟ انا عملت ايه يا رب في دنيتي عشان ربنا يوقعني في جوازه سودا زي دي؟ زي ما هي. طب عملت والحل ايه ايه عندك بس؟ يا رب؟ صرف 4 مليون جنيه على الفرح، أعمل في إيه الاخر بنتي؟ فرحي بنتي يبوظ بتأذي الدنيا. وجوازتي هتبوظ اصلا. بص يا حماتي، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انا مش حمل مشاكل ومش حمل وجع دماغ، لان بصي هم مش قدي وانا ما استاهلش البهدله اللي انا فيها دي. اقسم بالله انا قلت لك عندي ساعات في اقل من 10 دقايق اعمل قاعده صواريخ اقسم بالله وادبها فيهم. لا يا ابني، ولا تأذينا أيوة. ولا نأذيك، روح لحالك وانا بنتي اولى بيها. بالظبط بس كده. قسما بالله ولا ليك ولا لغيرك. وهي أنا بقى كمان غيري عجبت تديها له. العمر كله. براحتك بقى بنتك وهصرف واسمعي عليها دي. دم قلبي. براحتك بقى، دي لحد ما بنتك بتخرج بقى. يبقى زي الفل. بنتك بقى تديها لابن اختك، ما تديهاش براحتكم. انا عامه بنتك طالق يا حاجه طالق، يلا، الله وفي الموضوع يسهل. خلص. الله يسهل. خدي حاجاتكم يا الله حاجه يسهل. وكل واحد يروح لحاله. يلا روح. وانا بقى اشوف الخساره اللي خسرتها 4 مليون. فرح مكلف 4 مليون يلا يا خسرته. اخويا، كنت انت اللي فرحان مش احنا. يلا. تفتح الفرحان مش احنا؟ كان ليك انت مش لينا. وانا عامله لمين مش عامله احنا اهو شلنا الطين وشلنا ماشي. النكد. شلتوا النكد. يلا بقى. كنت اتكل على جوزيها الله. ابن اختك ليه المشاكل والقرف؟ وانا هو الجواز بالعافيه؟ علم وانا ايه مش ده؟ عرفني اللي هيحصل لنا كده. يروح الله يسهل لك يا ابني، الله يسهل لك. وانت فرحي يا بنت باظ الخير. وكل حاجه يلا باظ. بالسلامه، مع السلامه. معلش معلش، هيموتك. انا مش هسيبك وقعدت هنا والله ما هسيبك. هصرف عليك العمر كله وارجعك احسن من الاول. وحزب الله الوكيل فيك يا ابن اختي، يا ابن اختي. حزب الله ونعم الوكيل. يقعد لك في صحتك وفي عافيتك، بس والله ما هنشوف ضفرها. انت لسه بتعيطي؟ بص يا حماتي، الموضوع خلص بينا وزي ما شفتوا معانا يا جماعه. بجد هو في كده يا جماعه؟ يعني لما القريب بيعمل كده الغريب ايه؟ احنا سيبنا للغريب ايه؟ يا اخي بنت خالتك مش عايزاك، سيبها ربنا يصلح حالها لغيرها. تأذيها ليه الاذى؟ تأذي ليه؟ حرام عليك، يعني تأذيها ليه؟ يعني انا فرحي باظ ومكلفه 4 مليون جنيه، الفرح بتاعي باظ ودنيتي باظت، ليه تنكد علينا؟ شوف بنت الحلال اللي تستهلك يا اخي وسيب البنت تعيش، ليه كده؟ انا بجد يا جماعه مش عارف اقول ايه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مؤذي. بجد الموضوع ده بقى صعب جدا جدا، وربنا يأذي المؤذي يا رب. ويا رب القصه تكون عجبتكم، ويا رب الرساله تكون وصلت. يعني بصوا هي وصلت لخراب والله وهم ده اللي عايزينه، هم عايزين خراب. هو يفكر اللي بيعمل كده في الدنيا حسابه برضه هيبقى في الدنيا زي ما انت عملت في الدنيا. قسما بالله اللي انت عملته في الدنيا هيجي لك برضه في الدنيا. هتحصدوا كما تزيدوا سودان، كما تزيدوا ولو بعد حين. ومستني رايكم في الكومنتات يا جماعه، وصلوا على النبي ويلا بقى اشبعي بقى يا حاجه بقى، وشوفي ابن اختك ده بقى جوزه لها بقى. يلا الله يسلمك، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.